شايف علامة الكاميرا دي؟ أكيد ما كنتش تعرف استخداماتها إيه في الإكسل، طب يلا بينا أقول لك إيه استخداماتها في الإكسل مع بعض. علامة الكاميرا دي بتاخد سكرين شوت، بس مش أي سكرين شوت، سكرين شوت مش طبيعي خالص. أنا دلوقتي عندي بيانات في الجدول بتاعتي دي، عايز آخد مثلا الصفين دول سكرين شوت كصورة وأسيفها عندي. ممكن أعلم عليهم كده وأروح على علامة الكاميرا دي وأضغط وأجي في أي مكان عامل كليك يقوم عامل لي سكرين شوت للي أنا كنت معلم عليه، وممكن يتحفظ كصورة وممكن اعدل عليه. بس في حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، لو انا جيت النهارده عدلت في الخلايا هنا السكرين شوت هتتعدل معايا اوتوماتيك. واخد بالك في دول كده، حتى عدلت احمد مكان محمد خليتها بالعربي، عدلت في الارقام، عدلت في التنسيقات، كله بيعدل معايا. وبعدين بعد ما اخلص ممكن اسيبها وممكن اشتغل بقى عليها كتنسيقات صوره معايا خالص، وممكن اعمل لها سيف از بيكتشر. ازاي نجيب اصلا علامه الكاميرا دي؟ هنيجي هنا جنب السهم ده كده ونتك عليه ونختار مور كوماندوز، هيطلع لنا الويندو دي. تمام، هنختار منها من هنا اول كوماندوز ونبحث هنا على علامه الكاميرا اهي، كاميرا، ونقول له ادد. هاجي الاقيها ظهرت معايا هنا اهي، واقول له اوكي، هلاقيها ظاهره معايا. تركايه جديده في الاكسل 99% من الناس ما تعرفهاش، عايزك تجربها عندك وشوف عرفت تجيبها ولا لا. ولو عرفت تعملها اعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفاد منه. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد من قناتنا.